حادثة هزت سوريا اليوم، مقتل الشابة ليليان أبو سرحان، جريمة مروعة تهز سوريا في مشهد صعب جدا في محافظة السويداء السورية. وإليكم التفاصيل، ولكن في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. في جريمة مأساوية أثارت صدمة كبيرة جدا بين الأهالي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. الضحية ليليان عز الدين أبو سرحان، وهي شابة لم تكمل 20 من عمرها، من ريف السويداء الغربي. لقد حتفها اليوم في حادث أليم داخل منزل عائلتها، ووفقا للمصادر المحلية وقعت الجريمة خلال شجار عائلي. تطور الخلاف ليقوم والدها باستخدام سلاح ناري، مما أدى إلى إصاباتها بعدة إصابات أدت إلى أنها فارقت الحياة. وفي محاولة من أمها للدفاع عن ابنتها، تعرضت والدتها لإصابات خطيرة نتيجة طعنات، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج. وبعد وقوع الحادث غادر الأب المنزل، وتضاربت الأنباء حول مصيره، حيث تشير بعض الروايات إلى أنه أقدم على إنهاء حياته، في حين أفادت رواية أخرى بأنه ما زال هاربا. ولم تصدر السلطات المختصة حتى الآن بيانا رسميا لتأكيد التفاصيل. أثارت الجريمة المروعة موجة كبيرة من الغضب والحزن في الشارع السوري، ودعا الكثيرون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار الأسلحة وتحقيق العدالة للضحية. كما طلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مثل هذه الجرائم وتوفير الأمن للمجتمع السوري. رحم الله الشابة الفقيدة وأسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.